بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم تاني. انا عارف كان في غياب حوالي شهر، بس والله كانت ظروف شخصيه مهمه بالنسبه لي يعني، وورق كان لازم يخلص. ما علينا. زي ما شفت النهارده هناخدوا امثله عن الاستراتيجيه اللي اتشرحت. فقبل ما نبدا ما تنساش تبقى تعمل لايك وسبسكرايب للقناه. لو عندك اي استفسار يا ريت تبقى تسيبه تحت في الكومنتات، وهتلاقي تحت جروب التليجرام بتاع القناه، وجروب تاني خاص بيا لو حابب تشترك في التوصيات الفي اي بي. تمام. وخلينا نبدأ، وبرضو ان شاء الله في نهاية الفيديو او لما نخلص شرح الاستراتيجية اللي دخلتها هقول لك اللهم صل على سيدنا محمد. هقول لك يعني انا شايف السوق هيمشي ازاي وايه اللي هيحصل، بس تابع معايا للنهاية. تمام. اول حاجة احنا على الباوند دولار على فريم اليوم. تمام. وبص انت شفت ايه اللي حصل هنا. اول حاجة تعالى نحل، ملناش دعوة باللي حصل هنا او اخر موجة، احنا هنحلل اللي فات. ده عندك منطقة اسمها اوردر فلو. اوردر فلو يعني ايه؟ يعني السعر نزل، كان في سيولة هنا. طبعا انت واخد السيولة دلوقتي لحد ما بقيت تعرف تشوف السيولة بعينك. بص اهو، خلينا كده. اه. دي ليكويديتي، سيولة. السعر نزل عند الفير فاليو جاب ده، نزل بديل تحت منه، بعد كده قفل جواه والشمعة اللي بعدها كانت صاعدة، وفضل يصعد بقوة. فالسعر هنا كون لك عندك حاجة اسمها اوردر فلو. اوردر فلو او اوردر بلوك، يعني شوف انت عايز تسميه، بس هو كان قوي. او بي اوردر بلوك. تمام. طبعا انت مش هينفع تشتري من هنا. بص انت بتتكلم في حوالي 388 نقطة، فيعني كل ده منطقة قوية وكبيرة جدا. طب حاجة تانية حصلت عندك، نفس اللي حصل هنا اتكون لك تاني هنا. دينا كده نبص. ايه ده؟ نفس الفكرة، سيولة اتكونت. طيب انت نفس اللي حصل هنا هو اللي بيحصل هنا. سيولة اتكونت هنا، السعر نزل عند فير فاليو جاب وصعد منها بقوة. طيب احنا لو جينا نحسبها كده هتلاقي ان هنا في فير فاليو جاب اهو. ثواني. اكستند رايت. اكستند رايت. ثواني بس. وهنا برضو في جاب، يعني انت عندك جابين هنا. مظبوط. اه مظبوط. طيب تعالى كده نبص اللي حصل. السعر نزل عند 50% من الجاب ده وبدأ يكون صعود. طبعا انت يعني انت السعر نزل هنا، انت مثلا من اول عند الجزء ده هنا مثلا اتأكدت ان خلاص السعر هنا عمل تشوك، بعد كده طلع عند الفير فاليو جاب ده، قفل تحت. بص هنا قفل عند الفير فاليو جاب اهو، ما عرفش يعمل اغلاق فوق منه. بعد كده السعر فضل يتذبذب واحده واحده، بدأ ينزل، بعد كده ينزل تاني. فانت خلاص اتأكدت وشايف ان السيولة ديت هتنهار. تمام. فانت المفروض كنت تبيع من اول هنا، يعني عندك كل المناطق دي كده، المربع ده كله. ثواني. دي بلون كده. المربع ده كله عندك اي جزء منه صالح فيه للبيع. بس انت المفروض ان انت واحد فاهم وسمعت الكورس ده كله، هتروح عامل كده. لو انت يعني ما سمعتش غير حلقة واحدة تقول لك بس اه انا هنبيع من عند ال50%، او ال61% فيبوناتشي اهو كده. لو انت واحد سمعت بقى وتمعنت شوية، انت هنا قست من اعلى شمعة من اعلى ديل لاعلى ديل، هنقيس من اعلى جس لاقل جس اهو، وهنبيع من هنا 61 لان احنا عارفين ان ال61 دي النسبة الذهبية. مظبوط. تمام. شكرا بقى لكل الكلام ده. شكرا برضو للفيبوناتشي. خلاص انت لو بعت من هنا ستوبك فين؟ ستوبك عند اعلى ديل. هتارجت ايه؟ هنتارجت السيولة دي. تتكلم في حوالي 2.5%، يعني بدون اي تعب. فاهم؟ اي نعم هي صفقة حوالي قعدت حوالي اسبوعين، 14 يوم اهي، بس انت حرفيا ما اشتغلتش. انت شفت كده يا دوبك شرح بسيط ورحت داخل بيه على طول من غير ما تتابع الكورس. انت مجرد ما شفت البيزك بتاع الكورس اللي انا مقدمه لك.
تمام. طيب دي الصفقة؟ لا مش دي الصفقة الحقيقة. طيب ننزل بقى على فريمات صغيرة. انت طبعا حللت معاه الموقف، دي ملهاش لازمة ولا دي ليها لازمة. تمام. بعد كده نخش في فريم، او عايز برضو نقول لك حاجة تانية، او لا ندخل على فريمات صغيرة الاول. وعايز نحلل الاسبوع اللي فات كله. انا مش هنحلله معاك، انا هنقول لك يعني ايه، انا بنمشي ازاي واحدة واحدة مع نفسي كده، وانا بنحلل مع نفسي عشان ان شاء الله يبقى ده اسلوبك. هنا انا بنحدد بدايات كل يوم. يعني انت بتقف هنا مثلا، شوف الخميس الساعة 12، طبعا ده توقيت نيويورك. بص، تايم زون نيويورك -5. تمام. بعد كده هنا الجمعة. بس انت هنا كده حددت اليوم وحددت المنظر اللي حصل فيه. طبعا السعر هنا نزل، بعد كده انت شايف سيولة بقت بتتحرك فوق عشان السعر عايز يستهدف السيولة دي. تمام. في سيولات تانية، طبعا في السيولة دي برضه. حلو. حلو. السعر خلي الكومنتوم بألوان مختلفة. هنا كده. السعر عمل ايه؟ طلع ضرب السيولة ديت مع بداية الاسبوع. الاسبوع فتح هنا، قام طالع، هو كان ضاربها طبعا وكان سايب سيولة تانية هنا، راح طالع راح ضاربها ونزل تحت. طيب احنا برضه هنحلل مع بعض ولا لينا اي دعوة، لان احنا عارفين ان احنا بنخش وقت السيشنات بتاعتنا، السيشنات اللي هي ايه، جلسة نيويورك وجلسة لندن. تمام. انا على فكرة ما اتكلمتش خالص في لندن، لان هي ليها وقتها، انا عن نفسي مش بدخل فيها، وما رشحلكش ان انت تدخل فيها، بس هنتكلم فيها بعدين. هنا لو جينا نبص، خليكم انتوا بلون كده 4 عشان تبقى باين. احنا هنا شايفين ايه؟ شايفين سيولة اهو، سيولة هنا، سيولة هنا، دي سيولة السعر عايز يضربها. طيب ايه كمان؟ والله برضو دي سيولة. لو انت مش شايفها ممكن نجيبه فريم ال5 دقايق ونبص عليها يعني، بس انا مش حابب ان احنا نتطرق لحاجة زي دي، بس برضه هنوريها لك يعني ايه. نجيبه فريم زي فريم ال5 دقايق. بص، طبعا انت المفروض تكون عارف كل الكلام ده، انا ماشي معاك خطوة خطوة. بس جبنا بعد كده فريم الربع ساعة، عندنا سيولة هنا وسيولة هنا. السعر بدأ هنا يوم الحد ماشي بشكل يعني شكل متوحد كده، اللي هو مش يعني ما عملش موجة، مش عارف نقولها. تمام. ده كان حصل يوم الحد، بعد كده جاي يوم الاثنين هنا جلسة لندن جات، طلعت سحبت السيولة دي، وبعد كده قضت على كل السيولة اللي كانت موجودة هنا، اللي هو كان هدف من البداية. تمام. بعد كده اليوم الاثنين كله ماشى في النطاق ده، ما كانش فيه اي موجة فيه. جاي يوم التلات فتح جلسة لندن، كانت كلها هبوط عنيف، بدون تصحيح بدون اي حاجة، ولكن ثابت سيول اهو، ثابت سيول. طيب لو احنا كده جينا نبص وهنحلل مع بعض، احنا هنا جت الساعة 9:30. طيب شايف انت ايه قدامك؟ انا شايف ان في هنا سيولة، مظبوط. لو انت ما حددتهاش يبقى انت عندك مشكلة. بص سيولة واضحة اهي، وشايف برضو ان دي سيولة. هقول لك الله ينور عليك. السعر عمل ايه؟ السعر جه عندها وهبط بشمعة قوية وعنيفة. خلينا نحدد على لك الشمعة القوية العنيفة اهي. تمام. وبعد كده اليوم كله كان هبوط هبوط هبوط، واليوم قفل على كده. طيب انت طبعا احنا حددنا ان السيولة اللي تحت دي اتاخدت، وفي سيولة تحت هنا، يعني هنشيل دي كده عشان ايه ما تزاولنيش انا وانتو. احنا كده معانا سيولتين، سيولة فوق وسيولة تحت. السعر هنا كون سيولة كمان اهي، يعني كده بيقول لك ان هنا خلاص اي حد كان بايع هيعلق الستوب لوس بتاعه هنا، كلام مظبوط. واي حد مشتري هيعلق الستوب لوس هنا او هنا او عند النقطة دي. اقول لك ليه عند النقطة دي؟ اقول لك ما السعر سحب سيولة هنا. تمام. مع انك لو جيت على فيلم كبير شوية هتلاقي نفس النطاق اللي انا شرحته لك مليون مرة، اللي هو ايه؟ اللي هو ده. احنا فين؟ احنا هنا لسه السعر ما نزلش للسيولة دي، اللي هو ده، اللي هو قاعين متتاليين، وجا السعر عنده
راح مكون السيولة ديت، وبعد كده بدأ ينهار اهو. طيب ننزل تاني على فريم 15 دقيقة. جه هنا السعر عمل ايه؟ هنا جه هنا السعر راح نازل، بعد كده ساب سيولة اسيا، راح جاي راح سحبها في لندن، وجا عند نيويورك راح نازل سحب السيولة اللي احنا قلنا عليها اللي كانت اتكونت يوم الجمعة. تمام كده انت شايف ايه؟ انت شايف ان شمعة الاسبوع خلاص ده وصل لمنطقة القاع بتاعت الشمعة. تمام كله كان بيلحق يشتري هنا. تمام وانا عن نفسي نزلت الصفقة دي في جروب الفي اي بي. كان الستوب كان هنا، الحقيقة ما كنتش بتارجت كل ده، كنت بتارجت حوالي النقطة دي، كان 1.5، لا هي كان 1.5 تقريبا. تمام هتقول لي مثلا بس 1.5 دي حاجة صغيرة وكده، هقول لك انا عارف، بس انت برضه لو ما تيجي تقيسها، احنا في اخر السنة، كل سنة وانت طيب، في اخر السنة والسيولة كلها، يعني السعر بشكل عام ان حركة التداول بدأت تقل، وكله لسه مستني عشان نهاية السنة، وكله بيقفل ورق والحاجات دي كلها. فانا خلاص خدت 1.5% وجريت، انا بكلمك بامان. بس اللي حصل بعد كده ان السعر طار وسحب السيولات دي كلها، يعني حوالي 5.5%. على فكرة في جروب الفي اي بي انا مش بقبل اي حد، او بقول لك شروطي من بدايتها. يعني مثلا شروطي ايه؟ شروطي ان انا مش بديك صفقات كتير، بديك مثلا في الاسبوع كله صفقة صفقتين 3 اخرك، مش بدي اكتر من كده. برضو مش بدخل صفقات يوم الاثنين والجمعة، يعني برضو عشان تكون فاهم. ليه؟ ديت اسباب نفسية بالنسبة لنا، بحس ان يوم الاثنين والجمعة ما بكونش موفق فيهم. عامة ده كانت نهاية الفيديو بتاع النهاردة. يا ريت لو عندك اي استفسار تبقى تكتبه تحت في الكومنتات، وان شاء الله هرد عليك بنفسي. ولو محتاج اي حاجة ممكن برضو تبقى تخش تكلمني على التليجرام، هسيب لك اللينك بتاعي تحت. واشوف وشكوا على خير. وفي نهاية الفيديو متنساش تبقى تعمل لايك وسبسكرايب للقناة. مع السلامة.